ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. جايلكوا بقى بوصفه النهارده يا جماعه، بمعنى اصح الترند، حاجه كده سهله وبسيطه وبتاخدش وقت خالص وغير مكلفه في البيت، بس هي مكلفه جدا بره. وكمان هنقول ايه رأينا فيها، اذا كانت تستاهل المبلغ بتاعها ده ولا لأ، وفي نفس الوقت كمان هنشوفها طعمها حلو ولا لأ، وهتبهرنا فعلا زي ما الناس بتقول عليها ولا لأ برضو. بس اهم حاجة، لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي نورة جمال. لايك وشير واشتراك في القناة، وما تنسيش تضغطي زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوة كتير زي اللي انتوا بتكتبوها. وطبعا مش هنسى الناس اللي بتشترك عندي في القناة، واحدة منهم اسمها سمر يا جماعة، دي بقت خلاص صديقتي بجد. بجد بقول لها شكرا على الكومنتات الحلوة اللي انت بتكتبيها. واي حد عندي في القناه اشتراك الجديد، يا ريت تكتبي لي اسمك وانت منين، وان شاء الله هرحب بيكي بطريقتي. اول حاجه بقى نسمي الله. حطيت بقى نص كيلو من الدقيق وكوبايه كبيره كده من السمنه على الزيت، او من السمنه بس، او من الزبده على الزيت بس. لازم تدخلي فيهم شويه سمنه كده علشان تطعملك الوصفه بتاعتك. الوصفه دي معتمده وهي دي الاصليه، ما تخافوش، مش تقليد ولا الكلام ده، ان شاء الله هتعجبكم قوي 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 لو جربتوا. طبعا السمنه والزيت على بعض انا مدفياهم، ما يبقوش باردين، علشان السمنه طبعا هتبقى مجتله كده في بعضها وماسكه يعني. احنا مش عايزينها متماسكه كده في بعضها. انا بحطها بقى على الدقيق. طبعا الدقيق انت بتبقي نخلاه طبعا، اي نوع دقيق مش فارق خالص. وبفضل اقلبه بقى كده. هشيل طبعا المعلقة بعد ما عملتها كده. طبعا السمنة مش سخنة، السمنة بس فكاها على النار، يعتبر دافية. بفضل اقلب بقى فيها كده لحد ما السمنه خالص تتفتت بقى معايا، علشان طبعا الدقيق مع السمنه بيعملوا الكتل كده، احنا مش عايزين الكتل دي. احنا هنفضل نقلب فيها لحد ما كل حاجه ترجع ان شاء الله زي ما كانت. وهفضل اقلب بقى فيها. معايا بقى معلقه من السكر صغيره، ومعلقه من البيكنج باودر، وفانيليا، وكمان يا جماعه معلقه صغيره جدا من الخميره. انا طبعا صورت الحاجات دي بس اكتشفت ان هو مش بتصور، فانا بجد قلتها لكم، هي دي الوصفه بجد. يعني معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره من الخميره، رشه ملح. هما دول بس اللي انا حطيتهم، مش اكتر خالص. دفيت بقى ميه بعد ما قلبت طبعا المكونات اللي انا حطيتها ناشفه دي على الدقيق والسمنه. دفيت طبعا كوبايه من الميه. حطيت بقى على نص كيلو، يعتبر كوبايه بالظبط، كوبايه من الميه العاديه بتاعت الشاي. هتاخد معاكي كوبايه. طبعا ممكن تاخد معاكي اكتر وممكن تاخد معاكي اقل، فانت مش تحطي الميه كلها مره واحده، انا بحط الميه واحده واحده، يعني واحده واحده وتعجني. علشان انا عايزه العجينه دي تبقى عجينه اكنها عجينه عاديه خالص، زي ما بتعملي مثلا القرص ولا اي حاجه. بصوا يا جماعه، لما تخلص اهي بقت معايا عجينه. بلمها بقى في دقيقتين بالظبط، ما بتاخدش عجن كتير خالص. دي مش بتاعت عجين جامد يا جماعه ولا الكلام ده. اهو لميتها اهو في دقيقتين بالظبط. لمت هي اهم حاجه تلم معايا الميه بالدقيق بكل حاجه، وبعد كده تعجنها دقيقتين بالظبط وخلاص. بصوا بقت طريه وخلاص وسلسه جدا، وحاجه كده يعني في منتهى السهوله. غطيتها بقى بورق استريتش. ممكن تغطيها في فوطة مطبخ عادي زي ما انت تحبي. سبتها لمدة نص ساعة. عايزة تسيبيها اكتر مفيش مشاكل، عايزة تسيبيها اقل مفيش مشاكل. هي مش هتخمر قوي علشان انا مش مكترة الخميرة فيها. اهم حاجة ما تكتريش فيها الخميرة، علشان احنا مش عايزينها تبقى خميرة قوي يعني، تبقى واخدة خمر كتير ولا الكلام ده. بقطع بقى بالشكل ده، يعني على قد ما انت تقدري تبقي صغريها مش تكبريها. بفردها بقى، وطبعا بالنشابة كده بطولها يا جماعة، بفردها. ويا ريت تعمليها مدورة احسن مني يعني، علشان انا مش بعرف استخدم النشابة شوية، بس يعني بحاول. فما مفيش مشاكل، حاولي. ولو طلعت معاكي غلط برضو مفيش مشاكل خالص، عادي جدا. هتفرديها وهتقطعيها، ما هيش محتاجة حاجة. هي ممكن تفرديها بايديكي كمان، هي سلسة جدا وفي منتهى السهولة خالص، يعني عجينة ولا اسهل بجد. وعايزين بقى نعرف مع بعض اذا كانت تستاهل يا جماعة ال750 جنيه اللي الناس بتقول عليهم دول ولا لأ. يعني احنا كلفت معانا 50 جنيه في البيت، فاكيد طبعا لما نعملها نفسها اكيد طبعا مش هتبقى كتيرة. لا، احنا عملناها ب50 جنيه في البيت. كوباية سمنة ونص كوباية، نص كيلو من الدقيق. يعني ان شاء الله هتوفر معاكي كتير 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 بإذن الله. طبعا مش كوباية سمنة كاملة، انا عملتها نص سمنة ونص زيت. بصوا بقى، بجيب القطاعة بتاعة البيتزا، او ممكن سكينة، اي حاجة متوفرة عندك او تعرفي تشتغلي بيها، يعني مفيش مشاكل، ما تعقديش نفسك خالص. وبتلفيها رولات بالشكل ده. ممكن توسعيها وممكن يعني تخليها
افرد من كده بكتير، يعني ممكن تخليها رقيقة عن كده، وممكن تعمليها زي ما انا عملتها عادي برضو مفيش مشاكل، حسب تقطيعتك للعجينة. انا بقول لكم بقى هنا احنا مش عايزين نقطعوها كتير، يعني كبيرة وكده، او واسعة، علشان ما تاخدش لفات كتيرة، عشان كتر ما بتلف كتير طبعا مش هتبقى ناشفة من جوه. طبعا هي طريانها حلو، يعني هي ناشفة قصدي من بره، وفيها كده السن الطريان من جوه، حلوة حلوة حلوة، هتعجبكم يعني ان شاء الله لو جربتوها. لكن يا جماعة السعر اللي هي فيها دي حاجة لا لا، ما ينفعش ان احنا نجيبها من بره، وهي اساسا بصراحة مكوناتها بسيطة جدا، وما بتاخدش وقت مننا خالص خالص خالص. طبعا انا فردت واحدة كمان اهي معاكم، بقطعها من النص بالشكل ده، يعني من نص للنص، وبفضل اقطع فيها. بصوا سلسة جدا وسهلة خالص، يعني انا مش شايفة فيها اي صعوبة، وبجد انتوا لو جربتوها عمركم ما هتجربوا مش هتلاقوا فيها صعوبة خالص، ولا هتاخد منكم 10 دقايق، يعني ممكن عمايل يعني مش هتاخد كتير خالص، وهتعجبكم فعلا. وبجد بقى وفري لنفسك، بدل ما نشتري الحاجات دي، او بدل ما تقولي نفسي فيها ومش عايزه مش عارفه اجيبها، لا انت ممكن تعمليها وما تستخدميش اي حاجه تاني من بره، مادام وصفاتها سهله وموجوده في البيوت. ممكن نتعلم من بعض ونعمل، مفيش مشاكل خالص. ولفتها ولا اسهل، لفتها سهله جدا، عامله زي الكرواسون كده، سهله خالص، يعني ما بتاخدش وقت خالص، هي بتلف في منتهى السهوله كده. بفضل الفها بقى كده بالشكل ده، وطبعا بحطها على طبق خارجي. الزيت لازم يكون بقى سخن عندك شوية، مش بنسخن الزيت جامد علشان ما يتحرقش مننا. بصوا طبعا دي مش الكمية كلها، لا دي يعتبر ربع الكمية بس، دي ربع الكمية، يعني اللي في الطبق ده كانت ربع الكمية بس. انا كان لسه عجين ما فردتهوش اصلا وما قطعتهوش كمان، كان لسه متوفر عندي، انا قلت اصور واخلص وبعد كده افرد بقية اللي ورايا اللي معايا يعني. بعمله اهو، بصوا بحطه في الزيت، يا دوبك الزيت ايه قدح بس ما سخنش، يعني مش لدرجه ان هو يحرقها، لا بتحمرها عادي اهي، على مهلها خالص، على درجه نار متوسطه، مش لها عاليه ولا هي واطيه، درجه نار متوسطه كده، علشان ما تتلسعش منك. وتقلبيها بقى في الطاسه، طبعا لا عايزه زيت غزير ولا الكلام ده خالص، خلي بالك انتي بس منها علشان ما تتحرقش. وطبعا تقلبيها على كل شويه على الجنب بتاع التاني، علشان تاخد لون واحد. بس بصراحة يا جماعة لو جربتوها مش هتندموا، هتحبوها، وبجد لا لا هتعملوها كل يوم بصراحة. دي بقت يعني احسن من الزلابية كتير، احسن من بلح الشام، احسن من صوابع زينب. لا لقيتها بجد حلوة قوي. حطيت بقى هعمل الشربات هنا، حطيت كوبايتين مية، او تلات كوبايتين مية اسفة، وعلى 3 كوبايات سكر. حطيت السكر الاول، وبعد كده بقلبهم وبرفعهم على النار، اول ما يغلي على طول حطي معاهم نص ليمونه اعصريها يعني، ولو حبيتي تحطي فانيليا حطي، ما فيش مشاكل. بردتهم بقى في الصينيه دي، وطبعا الطبق التاني اللي هشتغل فيه لازم يبردوا، بس تكون حاجه سخنه وحاجه بارده. طبعا صوابع الجيجي دي يا جماعه هي دي اللي سخنه، لكن التانية دي بارده، العسل بارد، الشربات بتاعنا هو اللي بارد. فحطيتها بقى بالشكل ده، وطبعا باخدها وبتقلب كده علشان تشرب الشربات بتاعها، علشان تفضل متماسكه. طبعا ما بتشربش زيت خالص خالص خالص، وانتي بتاكليها مش هتحسي فيه طعم زيت، ولا اكنك قليها في الزيت خالص، اكنك عاملاها في الفرن. يعني لما احنا كلناها بجد ما حسيناش انها معموله على زيت. وبعد كده قدميها بقى بصوص شوكولاته، صوص فستق، صوص اي صوص عندك انت بتحبيه. جربي صوص لوتس، اي حاجه انت بتحبيها اعمليها، او صوص كراميل كمان يا جماعه بيبقى حلو قوي معاها. انا عملته بصوص الشوكولاته بصراحه، وطبعا انتوا عارفين صوص الشوكولاته بتاعي مش هتوه عني. انا عاملاه كتير قوي في فيديوهات، جربوه وبجد مش هتندموا. احنا عارفين هنطخنه ازاي ونرفعه ازاي، روحوا الفيديوهات التانية وان شاء الله هتعرفوه. طعمها خرافي، حلوة حلوة حلوة. تستاهل 750 جنيه؟ لا ما تستاهلش، علشان احنا وفرناها كتير قوي في البيت، عملناها بأقل التكاليف بجد. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، ومتنسونيش بقى في اللايك والاشتراك، وتضغطوا زر الجرس، وتكتبوا لي كومنتات حلوة كتير زي اللي انتوا بتكتبوها.